السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. اليوم أتحدث عن نفسي وتعليمي وكيف تعلمت العربية. اسمي أولجوباي تاشبولوتوف، عمري 28 سنة. ولدت في القرية في أسرة صغيرة تتكون من 5 أفراد، هم أبي وأمي وأخي الصغير وأختي الصغيرة وأنا. في عام 2000 التحقت بالمدرسة الابتدائية ودرست فيها 11 سنة، وفي نفس الوقت كنت أذهب إلى أستاذ وأتعلم منه القرآن. وفي آخر سنوات المدرسية بدأت أتعلم العربية من كتاب مبدأ القراءة، وهكذا أنا اقتربت من العربية. وفي عام 2011 تخرجت من المدرسة وسافرت إلى العاصمة في مدينة بشكيك. التحقت بالجامعة الحكومية القرغيزية للبناء والنقل والعمارة بالكلية العربية القرغيزية، وهناك درست 2 سنين. بعد 2 سنين للأسف الشديد أغلقت هذه الكلية، ونحن انتقلنا إلى جامعة بشكيك للعلوم الإنسانية. درست فيها 3 سنوات، وبعد 3 سنوات تخرجت من الجامعة. وفي نفس العام الذي تخرجت من الجامعة التحقت بالماجستير بجامعة محمود قشقري برسقاني الشرقية، ودرست فيها 2 سنين. وبعد 2 سنين حصلت على الدرجة العلمية ماجستير اللغة العربية، وبدأت عملي معيدا بجامعة محمود قشقري برسقاني الشرقية السابقة بقسم اللغة العربية والترجمة في البداية معيدا، وبعد 4 أشهر أصبحت مدرسا للغة العربية. وهكذا تعلمت اللغة العربية في الجامعات. ويا أصدقائي، هذه اللغة لغة القرآن، وهذه اللغة لغة ديننا. أهم شيء في الحياة لا تقف في مكان واحد، دائما تحرك نحو النجاح. أتمنى لكم النجاح يا أصدقائي. لا أطيل من الكلام، وإن شاء الله سأتحدث عن نفسي في حلقات القادمة إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر. نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.